سلام الاخوان، اكيد كتسولوا اشنا هو هادشي. هذه هي لاصوص اللي فين ما كنمشيو لشي ريستو او سناك كتكون مرافقه الطبله ديال الحوت او اي غوبا كناخذوها. كتكون هاد لاصوص في الطبله، وكنبقاو نسولوا هاد لاصوص كيفاش مصاوبينها واشنا هي. في هاد الفيديو غادي نوريكم الطريقه كيفاش كنصاوبوها. كنحتاجوا لهاد لاصوص مطيشه على حسب الاشخاص وعلى حسب اللي بغيتي. انا غندير مطيشه وحده، بصيله صغيره، رويس ديال الثومه، وريقه ديال سيدنا موسى. كنديرهم في شي كاسرونه. مطيشه تكون بقشورها، البصله هي اللي كنقيو، وكنديروهم كنزيدو عليهم شي نص كاس ديال الماء، وكنردوهم فوق البوطه يغلاو واحد 5 ديال الدقائق. من بعد مني كتغلى غطلع الغليه مزيان، كنحيدوها من فوق البوطه، كنحيدو ديك القشره ديال المطيشه، وكنطحنوها كندوزوها في الطحان مزيان بجوج مطيشه والبصله. كتكون البصله هي راه طابت، كندوزوها في الطحان وكنطحنوها. من بعد كنزيدو ليها شويه ديال العطريه، شويه ديال الزيت البلديه، شويه ديال الكمون، شويه ديال الملحه، وشويه ديال التحميره. صافي، وكنعاودو نردوها تاني فوق البوطه، كتغلى تاني شويه، كتطلع الغليه، وهي لاصوص واجده معانا. راه ما تفرقوش بينها وبين لاصوص اللي كناخذو في لي سناك وفي لي ريستو. تيقوني راها تستاهل انها تجرب. جربوها وغادي تشوفوا بانها نفس الشيء ونفس المذاق، نفس لا تكستور. انتم كتشوفوا معايا كيفاش كتولي. انا درت العطريه فيها بزاف. بالنسبه اللي ما كيبغيش العطريه ما يديرش، ربما يكتفي غير بمليحه وشويه الابزار، الله يجعل البركه. انا درت فيها شويه ديال العطريه، انتم شفتوا كيفاش كتجي زوينه، وحتى المذاق ديالها راه نفسها تماما هذيك اللي كتكون في لي ريستو. شوفوا اللون وشوفوا المذاق رائع. كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبر، وشكرا. وما تنساوناش من المتابعه ومن اللايك ومن الكومونتير يكون زوين ومشجع ومحفز. والى اللقاء في وصفه جديده ان شاء الله.